بسم الله ما شاء الله. السقف ده اتصب من 4 ايام، وزي ما انتم شايفين كده ما فيهوش اي شروخ انكماش، يعني ما فيهوش اي شروخ حتى لو رفيعه على سطح الخرسانه. علشان ما يحصلش عندك شروخ في سقف الخرسانه لازم تصب في درجه حراره منخفضه. رقم 2، لازم تظبط كميات الخلطة الخرسانية عندك بحيث ان كمية الزلط تكون ضعف كمية الرمل، بحيث ان كمية المية ما تزيدش عندك في الخلطة الخرسانية، لان لو زودت نسبة الرمل ولو زودت كمية المية او قللت الاسمنت هيحصل عندك شروخ شعرية او شروخ انكماش على سطح الخرسانة. زي ما انت شايف كده السقف ما شاء الله مساحته تقريبا 160 متر مسطح وما فيهوش اي شروخ على سطح الخرسانة.